بنفس الشكل كده، اقلب فيها يمين وشمال لحد لما تاخد صدمه من كل الجهات. عندي هنا بقى الخلطه بتاعتي: معلقه من الثوم، بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل حراق، عندي البهارات: بابريكا، ملح، فلفل اسود، سنه صغيره من الكاري، وكمان عندي جنزبيل اخضر ومكعب مرقه. باخد الكلام ده كله واضربه في الكبه واجهزه عندي لحد لما اخلص كميه الفراخ اللي عندي كلها. هي الفكره كلها ان انا بدي الفراخ صدمه قبل ما احطها على البطاطس. زي ما قلت لكم، انا بشوف ناس بيحطوا البطاطس نيه على قصدي بيحطوا الفراخ نيه على البطاطس وبعد كده يدخلوها الفرن. انا ما بحبش الطريقه دي خالص. جربوا الطريقه دي، هتفرق معاكم جدا في الطعم. بعد كده بنزل بالخلطه بقى على وش الفراخ من فوق كده. وعندي هنا السمنه اللي انا حمرت فيها بضيفها، وممكن انت مش حابه تضيفيها بتضيفي سمنه تكون لسه مطلعاها طازه يعني. باخدها احطها بقى على النار من فوق كده، تاخد غلوة واحدة وبعد كده ادخلها الفرن. بتاخد الطعم والشكل والريحة زي ما انتوا شايفين في